بما ان صوت الكابتن بقى عجبكم وليالي الزمالك وحشتكم، فانا حبيت اطلع لكم مره تانية زي الخير. ايه رايكم كده ما شغلتش الاكس والمربع وقلت الانترو زي ما هي؟ الفتره اللي فاتت كنا بننوع، بس قعدت تقول لنا يا كابتن بهاء رحله فشل الزمالك رحله فشل الزمالك، وعملت لها 3 اجزاء ولا اكنها ابناء ونيس لحد ما الزمالك ربنا كرمه. خش علينا بالنجاح بقى يا كابتن. عايز اقول لك ان بطوله الدوري دي بالذات حصل فيها حبكه دراميه كده من اللي بيحبها جمهور الزمالك، وده هيخليهم فاكرين الدوري ده بالذات لسنين وسنين. ده من كتر حبهم في البطوله كل شويه يطلعوا عليها اسم، مره دوري عبد الله السعيد، دوري محمد صبري الله يرحمه، دوري جون ادوارد، دوري الديون المتلتله، دوري معتمد جمال، دوري ال 18 ايقاف قيد. لكن الحقيقه الحاجه المشتركه وسط كل الالقاب دي ان اكتر لقب تم تداوله وسط الجمهور هو دوري معتمد جمال. طب ازاي الراجل مضيع بطوله قاريه الاسبوع اللي قبله؟ ايه سر حب جمهور الزمالك للراجل ده؟ واحد هيقول لي عشان وشه سمح وقلبه طيب وجاب لهم الدوري. هقول لك انت غلطان، لان الموضوع اعمق واكبر من كده، وده اللي انا جاي اكلمك فيه. مين هو معتمد جمال وظهر ازاي فجاه كده؟ ده انس ولا جن؟ وليه جماهير الزمالك هتبقى فاكره الدوري ده تحديدا اكتر من اي دوري قبله؟ حبيبي الكابتن، هنرجع انا وانت مع بعض بالزمن ورا اكتر بكتير مما تتخيل. بالظبط اليوم 29 يونيو 1991، اليوم ده اتصعد فيه المدافع معتمد جمال للفريق الاول بنادي الزمالك اول ما تم سن ال 18 سنه. وقتها المسؤولين في الزمالك عجبهم قوي يستخلصوا للكوره سواء كانت على الارض او في الهواء بدون ما يرتكب اخطاء كتيره. اللي ميز معتمد عن اي مدافع تاني انه ما كانش بيقطع وخلاص، قال لك كان يقطع من هنا ويحب يستعرض ويرقص بالكوره، وده اللي خلى الناس تركز معاه، وده كلام اكده اغلب زمايله. يعني معتمد جمال من اللعيبه، من الليبروهات او المساكين اللي كانوا لعيبه كوره. يعني ما هوش لعيب مثلا ايه بيقطع وخلاص. في مساكين يقطع وخلاص. ده معتمد كان لعيب كوره عالي قوي، وكان من اللعيبه الحريفه، فدايما كان يحب يرقص ويموت بجسمه بتاع. الحاجات دي كلها كانت بتعملك مشاكل. ومع الوقت معتمد تألق اكتر لدرجه ان محمود الجوهري نفسه قال لك الواد معتمد ده مدافع حلو وجايه منه. طب ليه؟ لان معتمد كان من ضمن جيل منتخب مصر الاولمبي اللي خد الذهبيه الافريقيه في سنه 95، وكان معاه زمايله في الجيل ده حازم امام ومدحت عبد الهادي واسامه نبيه وسامي قمصان وعبد الظاهر السقا وعبد الستار صبري واحمد حسن. المهم معتمد مسيرته ما كانتش وردي قوي، فيها اسود، بس الاسود كان زياده حبتين. برغم انه اخد دوري ابطال افريقيا مع الزمالك في سنه 96 وسجل ضربه الجزاء الافتتاحيه في ماتش النهائي وكان متالق جدا في البطوله دي، الا انه للاسف في نفس السنه اتصاب بقطع في الرباط الصليبي. اداره الزمالك وقتها قالت له الف سلام عليك يا كابتن معتمد، معلش عينه صابتك وما تخافش، احنا هنتكفل بسفرك وعلاجك وهنبعتك المانيا وهنستناك ترجع لنا زي الاول واحسن كمان. وفعلا اداره الزمالك سندت معتمد والراجل تلقى العلاج ورجع زي الفل. لكن اللي كان مخبيه القدر لمعتمد واللي كان ما يعرفوش ان العين اللي صابته دي ما صابتوش مره واحده، دي هتصيبه مرتين كمان غير الاولى. يا نهار اسود يا كابتن بهاء، يعني معنى كلامك ان معتمد جاله 3 صليبي بالظبط؟ بص معايا بقى، بعد ما رجع معتمد من رحله علاج طويله في المانيا بدا يحاول يلعب كده مع الزمالك، وراح لعب ماتش ضد المصري، واثناء الماتش ده كان بيحاول يحجز على الكوره، لكن اتفاجئ انه دخل على ركبته لاعب من المصري اسمه حمد وجاب له قطع تاني في الرباط الصليبي. اداره الزمالك قالت له ولا يهمك يا معتمد يا حبيب، دي شكلها عين وحشه قوي، سافر وتعالج على حسابنا مفيش مشكله، بس المره دي مش هترجع لنا تاني، معلش يعني ما تزعلش، هنحاول نسوقك بره، بلا خاله بلا ماله الله يهديك. وفعلا خد معتمد رحله العلاج الثانيه ليه ورجع بعد رحله علاج طويله، بس المره دي طلع اعاره على نادي الوحده السعودي. واثناء الاعاره دي معتمد اخذ الصدمه اللي كان بيحاول يهرب منها طول مسيرته، وهي ان رجله ما بقتش شايلاه، عظمه ما بقاش مستحمل. ومع الاسف الشديد وماتش في الثاني مع الوحده معتمد اخذ الصليبي الثالث ليه. يمكن اول مره معتمد جاله صليبي قال لك عادي عينه صابتني ومفيش مشكله هرجع ودغدغ الدنيا، لكن تاني مره كانت صعبه عليه من كل النواحي وبالذات نفسيا، والضربه اللي ما بتموتش على راي باسل الخياط بتوجع قوي. فمع الضربه الثالثه والصليب الثالث وصل معتمد لمرحله الاستسلام وقال لنفسه جسمك بقى منهك وما بقاش شايلك، وركبتك من اقل خبطه ما بقتش مستحمله. وعشان معتمد كان في سابع سما وكان بيحب الزمالك حب كبير لانه اتربى من صغره في النادي وجاب معاهم بطولات زي كاس مصر والسوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا، وكان هيكون ركيزه اساسيه في منتخب مصر، ما تقبلش فكره انه يلعب في مستويات اقل، فقال لك خلاص انا هعتزل، اعمل ايه؟ القرار ده يمكن قرار صعب، لكن معتمد بدا يتصالح معاه مع الوقت، لانه فهم ان الموضوع ده بالذات مش بمزاجه، وان وحش الاصابات وحش لعين قدر يغلبه ويتمكن منه، ومعتمد مش هيقدر يتحداه اكتر من كده. وهنا انتهت رحله معتمد القصيره كلاعب في سنه 99 وهو عنده 26 سنه بس. اجمل مشهد في قصه معتمد هو مشهد النهايه، لان معتمد اتعمل له ماتش اعتزال كبير قوي ضد الاسماعيلي، واحيا حفل الاعتزال ده المغني محمد فؤاد ومعاه مصطفى كامل اللي عمل لمعتمد اغنيه مخصوص عشان يودعه وقال له مع السلامه يا معتمد، الحمد لله انه ما غناش رحله عمري. ومعتمد اثناء الماتش ده عمال يودع ناس ويفارق ناس، واولهم زميله محمد صبري والكابتن اسماعيل يوسف اللي ما قدروش يمسكوا دموعهم هم بيشوفوا زميلهم بيودع الملاعب مجبور بسبب الاصابات. معتمد برغم ان مسيرته قصيره الا انه لقى تقدير وحب كبير من نادي الزمالك. قصه الحب اللي نشأت بين معتمد
والزمالك دي قصه مبنيه على ود وحب وعطاء متبادل من الطرفين، والقصه دي هتترجم لنا حاجات كتير قوي ليها علاقه بفوز معتمد بالدوري. بس مش دلوقتي، بلاش تستعجل يا حبيبي الكابتن، ده احنا بنشوف بعض من الاسبوع للاسبوع. الاول لازم تعرف مسيره معتمد كمدرب كانت عامله ازاي وبدات منين. هنطلع من التسعينات هنروح لسنة 2007. معتمد جمال بيبدأ مسيرته كمدرب، لكن مسيرته ما بدأتش من المقعد الأول، لازم يتدرج زي أي حد، ده المنطق. وبالفعل كمدرب مساعد في جهاز المدير الفني رود كرول اللي قدر يحقق مع الزمالك بطولة كأس مصر، لكن بعدها مشي وجه مكانه الألماني هولمان. وسط بقى ما جه جهاز ومشي جهاز، اللي فضل ثابت بين الاثنين هو معتمد. لكن وقتها البيئة في الزمالك كانت عشوائية جدا، مفيش فرصة لمعتمد إنه يلقط أو يتعلم أي حاجة سواء من المدرب الهولندي أو الألماني. يعني هولمان ده اتعين في يونيو 2008 وتم إقالته هو والجهاز بتاعه في ديسمبر في نفس السنة، يعني قعد حوالي 6 شهور. ده غير ان هولمان وقتها اشتكى من تواضع مستوى اللعيبه، وقال لمجلس الاداره طبيعي فرقه الزمالك بالسكواد ده توصل مركز خامس في الدوري وتخسر من فريق الاولمبي، هو انتوا ازاي مستنيين اكتر من كده؟ مع رحيل هولمان معتمد بيلم شنطته ويسيب الزمالك ويشتغل برضه كمساعد مدرب، بس المره دي في فرقه المصريه للاتصالات مع المدير الفني حلمي طولان. هنا معتمد بعد ما ساب الزمالك هيبدا ياخد المسيره التقليديه لاي مدرب في مصر، يروح اي نادي وسط او اخر جدول يقدم اداء عادي او اقل من العادي، يكسب كام ماتش ويتعادل كام ماتش ويخسر كام ماتش، وهي ماشيه. وفي الاخر لما مجلس الاداره ما يعجبوش المدرب يمشيه ويجيب غيره، وهكذا. احمد زي الحاج احمد. وفعلا معتمد بعد مسيره اقل من العاديه مع المصريه للاتصالات ما قدمش فيها حاجه نتكلم عنها، ولا هو ولا حلمي طولان، بيروح منتخب مصر الاولمبي كمساعد مع هاني رمزي. ركز هنا بقى لان اللي جاي كله ضرب. في ابريل 2012 منتخب مصر الاولمبي سافر كوستاريكا عشان يعمل معسكر ودي هناك. المعسكر ده حصل فيه مشاكل وفضايح بالجمله، اللي يهمنا فيهم مشكله معتمد. فكري صالح ومعتمد جمال ومحمود علاء ومحمد بسام اتحجزوا في المطار لمده 11 ساعه بسبب ان التاشيره بتاعتهم كانت مكتوبه بخط الايد. المشكله مش في الكتابه بخط الايد، المشكله انها كتبت بطريقه غلط، يعني بدل ما تتكتب 14 ابريل 2012 كتبت 14 ابريل 2011. لولا تدخل بقى مالك الشركه الراعيه لمنتخب مصر وقتها واتصل بسفاره مصر هناك كانت المشكله هتكون اكبر من كده. المشاكل لحد هنا مش بتخلص. المنتخب بقى بتاع كوستاريكا اللي هيلاعب مصر ماتش ودي عشان مصر تستعد للاولمبياد ما طلعش منتخب كوستاريكا الاولمبي، ده طلع منتخب الشباب. الله، امال الاولمبي راح فين يا كابتن بهاء؟ منتخب كوستاريكا الاولمبي تم تسريحه بالكامل بعد فشله في التاهل لاولمبياد لندن في 2012. استنى لسه في مشاكل تانية. الماتش الودي اللي بعده بقى منتخب مصر لعب اوروجواي، والماتش ده كان سبب في غرامه $30,000 لاتحاد الكوره بسبب عدم التزام الجهاز الفني بارتداء اللوجوهات بتاعه الشركه الراعيه. طب هم عملوا كده ليه؟ نسيوا يعني ولا بيرخموا على اتحاد الكوره؟ الحقيقه ان حسب مصادر اليوم السابع الكابتن هاني رمزي المدير الفني كان متفق مع شخص اسمه مارك صاحب شركه راعيه اسمها ماتش وورلد، والاتفاق كان انه مش هيتبع اي راعي تبع اتحاد الكوره وهيستنى الرعاة اللي هيجوا من ناحيه مارك، وقصاد ده مارك هيجيب لهاني رمزي عروض تدريبيه في انديه في الدوري الهولندي والالماني بعد ما مشوار هاني رمزي يخلص في الاولمبياد. ولان هاني عارف انه رايح الاولمبياد مش هيحقق حاجه وبعدها هيتم اقالته سمع كلام مارك. وعموما مشوار منتخب مصر انتهى من دور الثمانيه بعد ما خسرنا من اليابان 3-0، ومشي هاني رمزي والجهاز بتاعه زي ما كان متوقع، وطبعا معتمد جمال مشي معاه. وبرغم ان المنتخب الاولمبي عمل انجاز وهو الصعود للاولمبياد بعد غياب 20 سنه، لكن كواليس الانجاز ده كانت سامه زي اغلب الاجواء اللي اتولد فيها معتمد كمدرب. الاجواء دي صعب تعلمه حاجه جديده او مختلفه، مش اجواء مستقره وناجحه مثلا زي البدري وجوزيه. وبيرجع معتمد للدوري المصري مع هاني رمزي اللي ما راحش هولندا ولا المانيا زي ما مارك وعده، ولكنهم رجعوا على نادي وادي دجله. وقتها معتمد بدا يحس انه لازم يكون الرجل الاول، وكفايه قوي حوار المدرب المساعد ده. وده اللي قاله للمصري اليوم: انا من ساعه اعتزالي من وانا عندي 27 سنه وانا شغال مدرب مساعد وجايبها من تحت قوي، من اول ما مسكت قطاع ناشئين الزمالك لحد اللحظه دي. وخلال رحلتي دي عديت على مدربين كتير زي محمد رضوان وهنري ميشيل ورود كرول وحلمي طولان. خلاص بقى عايز ابقى مدير فني. وبالفعل معتمد ما قعدش في وادي دجله غير 3 شهور بس، هو اللي طلب يمشي لان جاله عرض لتدريب منتخب مصر للشباب، الجيل اللي كان بيضم رمضان صبحي وعمر مرموش وناصر ماهر واكرم توفيق واسامه جلال وطاهر محمد طاهر. وفورا معتمد قام ملبي النداء، مش بس عشان ده منتخب مصر لكن عشان لاول مره من وقت دخوله عالم التدريب اخيرا هيكون الراجل رقم 1. لكن مسيره معتمد كمدرب هتقابلها اكبر شوكه في حياتها، لان منتخبات مصر للشباب دي هي مقبره لاي مدرب، لان وقتها كانت الكره المصريه في 2013 بتمر بازمه، فاتحاد الكوره كان بيعين مدربين اصحاب سي في متواضع او ما لهمش خبرات كبيره او كتيره عشان يديهم مرتب قليل وتبقى كل النفقات او الصرف متوجه ناحيه المنتخب الاول. فكانت العاصفه كده كده جايه في وش معتمد بس مستنيه شويه وقت. بالتالي انت كده فهمت ان اللي جاي ما فيهوش راحه ولا بالراحه. البداية المؤثرة لقصة معتمد جمال كلاعب مخلياك كحبيب الكابتن مستني قصة اللاعب اللي اتولد من رحم المعاناة والإصابات، ولما يعتزل في سن صغير ويتحول لمدرب هيبقى مدرب قوي عايز يسيطر على كل حاجة وياخد طاره من الكورة زي مثلا كلوب. لكن الحقيقة المعاناة دي خلقت من معتمد جمال مدرب بيؤمن بأن مجريات الأمور مش لازم دايما تكون بإيده، خليه على الله يا عم. يعني لو خسر هيقول لك عادي ربنا عايز كده، أصل الخصم اللي كان قصادنا كان بيلعب أحسن مننا، إحنا ما كناش موفقين النهاردة. ولو كسب الحمد لله ربنا أراك وهي ماشية معانا وكنا فرقة حلوة
وكويسه، ويمكن ده واضح اكتر على مسيرته اللي ما كانش بيقف فيها في وش المدفع لحد ما وصل لمنتخب الشباب وصعد مع منتخب الشباب افريقيا، وده انجاز عادي جدا. بس وقتها معتمد قال لك ده انجاز كبير في نظري، لان الاجواء في اتحاد الكوره ما تساعدش ابدا على انجاز اكبر من كده. ولما سالوه عن التفاصيل قال انا مش حابب اتكلم دلوقتي لاني صعدت وداخل على افريقيا، وده هيشتت اللعيبه الصغيره. كلام محترم يا عم معتمد، لكن للاسف الكلام المحترم ده ما كملش كتير، برغم ان صلاح نزل تويته يدعم فيها منتخب الشباب ويقول لهم مستني منكم ترفعوا اسم مصر في افريقيا، الا ان معتمد خرج من دور المجموعات بعد ما خسر من زامبيا وجاب نقطتين بس. وطبعا مع الخروج المهين ده كل واحد فتح صدره واتكلم، سواء الاعلام او اتحاد الكوره او معتمد جمال. الكلام اللي معتمد رفض يقوله عشان اللعيبه تركز طلع بعدها قالوا على الملأ مع اسلام صادق، وقال لك سيد عبد الحفيظ كان عنده مشاكل مع اتحاد الكوره عشان رفضوا ياجلوا له ماتش القمه، فراح قال لي بالنص كده مش هدي لك لعيبه من الاهلي للمنتخب. الموضوع ما وقفش عند الاهلي، كمان وادي دجله اللي كان مدربهم ميدو رفضوا يدوا معتمد اللاعب محمد مرعي، وفي نفس الوقت كان في لاعب سنغالي ناشئ بيلعب في دجله راح مع منتخبه عادي. الله اشمعنى انا مستقصدني ليه؟ وطلع صرح معتمد وقتها وقال مسؤولي الاهلي والزمالك اجبروا اللاعبين على ان النادي اهم من المنتخب. ومن ضمن كواليس الاخفاق ده موقف غريب جدا، قال لك معتمد كنت قاعد في الفندق لا بيا ولا عليا، دخل عليا واحد من الجهاز الفني لمنتخب زامبيا وقال لي بقول لك ايه تفوت الماتش وتاخد $5000. قلت له اخرس انت فاكرني ايه؟ انا لا يمكن اقبل حاجه على نفسي زي كده. وبالفعل معتمد رفض الرشوه، وموقف نزيه منه ويحترم عليه، بس الحقيقه هو خسر ماتش زامبيا عادي من غير ما ياخد اي رشوه. كمان معتمد اشتكى من اهمال اتحاد الكوره للفريق ده وعدم توفير اي معسكرات او ماتشات وديه قبل البطوله، وكمان اشتكى تاني من سوء مستوى اللعيبه نفسهم، وقال لك الاجيال الحاليه من اللعيبه ما بقتش قد كده. مثال على ده انا في ماتش غينيا كان في لعيب خطير وسريع لابس 14 بيلعب ناحيه اليمين، كل شويه احط له لاعب من عندي عشان يراقبه، الاقي اللاعب راجع يقول لي معلش يا كابتن معتمد مش قادر على الواد والله انا فرهط، شوف لاعب غيري يراقبه انا تعبت معلش. رحت مبدل اللاعب وحطيت واحد تاني مكانه عشان يراقبه، لقيت التاني برضه جاي يقول لي معلش يا كابتن معتمد مش قادر على الواد والله ده طياره، شوف لاعب غيري والنبي. وفضلت ابدل لحد ما وصلت ان بدلت 4 لعيبه مش قادرين يجاروا لاعب واحد بس من غينيا. وفي الاخر الاعلام يقول لك اصل معتمد هو السبب. الصحفي هنا استفز معتمد اكتر وقال له بس ايه حوار انك اتعينت كمدير فني لمنتخب الشباب بالحب والكنتالوب عشان علاقتك حلوه بهنا بريده؟ معتمد جمال انفعل عليه وقال له بقول لك ايه الحب والكنتالوب دي انا عارفها كويس، ما انا بتابع كابتن بهاء، انا مش الشارع يا حبيبي عشان تقول لي انت اتعينت بالواسطه، انا مريت بحاجات كتير عشان اوصل لمنصب المدير الفني ده، انت تعرف ايه عن تاريخ التدريبي ده؟ انا من اول ما اعتزلت وانا شغال مدرب مساعد، هو اي كلام وخلاص؟ لا انا مش هقبل اكون كبش فدا. بس ما فيش منه الكلام ده، بيتم اقاله معتمد بعدها في سنه 2017 وبيكون هو كبش الفدا فعلا وبيحاسب على الفاتوره. الحقيقه ان معتمد زي ما هو ضحيه لعوامل الفشل دي كلها، فعشان ما اضحكش عليكم مش هو برضو المدرب القوي مثلا اللي توفرت له ظروف وحشه ما تساعدوش انه ينجح، هو مدرب متواضع مع امكانيات وحشه واداره اسوأ، فكانت دي النتيجه الطبيعيه. وقتها معتمد قعد مع نفسه وقال لك انا ممكن اكون اتسرعت اني ابقى مدير فني، يمكن ناقصني شويه خبره. وبالفعل بيرجع كمساعد لشوقي غريب اللي كان وقتها ماسك منتخب مصر الاولمبي. شفت جيل الشباب بتاع طاهر ومرموش ورمضان صبحي ومصطفى محمد ده، هو نفس الجيل كبر وبقى منتخب اولمبي، وعاش معتمد مع شوقي غريب ومنتخب مصر واحده من احلى فترات المنتخب الاولمبي. بنشوف المنتخب بياخد بطوله افريقيا وبيصعد لاولمبياد طوكيو، وكان من ابرز نجوم البطوله دي رمضان صبحي، مصطفى محمد هداف البطوله، وكريم العراقي واكرم توفيق وغنام محمد. من اول الصعود بقى للاولمبياد ومشوار المنتخب بقى فيه مشاكل، زي مصطفى محمد اللي رفض هو وناديه انه ينضم لمنتخب مصر الاولمبي، وقال لهم انا لسه رايح جلاتا سراي جديد وخايف اروح المنتخب فالمدرب ينساني وما يقتنعش بيا. كمان دخل على الخط مشكله محمد صلاح. شوقي غريب قال لك انا على علاقه كويسه بكلوب من ايام محمد زيدان، بس اكتشفوا للاسف ان شوقي طلع معوش رصيد دولي وما قدرش يتصل بيه ويكلمه، واداره ليفربول طبعا رفضت انها تفرط في محمد صلاح. المشكله الاكبر من الاثنين دول هي عدم ضم عمر مرموش، وهي دي كانت علامه الاستفهام الكبيره، مش بس عشان مرموش محترف وبيلعب في المانيا، كمان لانه كان من اهم عناصر جيل الشباب اللي فشل مع معتمد جمال. معتمد طلع يدافع وقال عمر مرموش ده كان معايا في جيل الشباب، ازاي يعني مش هضمه؟ ده انت ابني يا ابني. لا ما ال الكلام ده مش مظبوط. عمر تاني تمرين قال انا عندي مشكله في الخلفيه، لازم النادي البعيد لازم ارجع. رجع، اول ما رجع النادي بتاعه بعت لنا رفض بعدم انضمام عمر مرموش منتخب. لكن بعدها بسنه طلع عمر مرموش بتصريح عكس كلام معتمد، وقال شوقي غريب اكتر مدرب ظلمني وازاي يحرمني من الاولمبياد ويخليني اتفرج عليها من البيت، واكيد لو كنت موجود كنت هساعد منتخب مصر. وانتهى مشوار متواضع تاني لمنتخب مصر في الاولمبياد بعد الخروج من البرازيل والخساره 1-0 بس بهدف ماتويس كونيا. مع نهايه الاولمبياد وبدون سبب فني ولكن لاسباب اداريه زي ترشيد النفقات تم اقاله شوقي غريب هو وجهازه. معتمد وقتها قال لغريب رجلي على رجلك، مكان ما هتروح انا مش هسيبك. بالفعل تعين شوقي غريب كمدير فني للمقاولين العرب واخد
معاه معتمد جمال. الكلام ده يا جماعه كان في اغسطس 2022، وفضلوا مكملين مع بعض حبايب واخوات لمده سنه كامله، وبقينا في 2023. مفيش حاجه تتحكي قوي، المسيره الطبيعيه لاي فريق وسط جدول في الدوري المصري، خساره فوز تعادل وهي ماشيه. والسنه دي زادت 4 شهور لحد ما وصلنا 30 اكتوبر 2023. معتمد جمال راح لاداره المقاولين قال لهم انا مش مرتاح وعايز امشي. طب ايه اللي حصل؟ يهديك يرضيك. قال لهم في خلافات بيني وبين شوقي غريب، مش عايز اتكلم عنها ويا ريت امشي. وبالفعل قبلت اداره المقاولين اعتذار معتمد جمال. وفي نفس الوقت الزمالك كان بيمر بفتره وحشه وظروف صعبه مع المدير الفني اوسيريو، فزي ما انت توقعت وعشت الفتره دي كمان، بعد استقاله معتمد بكام يوم بيتم تعيينه كمدير فني مؤقت لنادي الزمالك. قول كده بقى من الاول، وان الحوار ما كانش خلافات ولا حاجه يا ريس معتمد، ما تخافش مش هنبص لك فيها يعني. طب يا كابتن بهاء سؤال معلش، ليه معتمد جمال يسيب منصبه كمدرب مساعد في المقاولين ويروح يمسك منصب مؤقت في نادي الزمالك؟ يعني اولا نسبه نجاحه تكاد تكون صعبه، ثانيا في الاول وفي الاخر اسمه مدرب مؤقت، يعني هيمشي وهيجي غيره. هجاوبك واقول لك الحب يا حبيبي الكابتن، اسالني انا عن الحب. معتمد جمال بيحب النادي اللي اتربى فيه من صغره، اللي لما اعتزل وهو في سن 26 وكان مكسور بخاطره لقى النادي بيطبطب عليه، ولقى زمايله كلهم زعلانين عليه وبيساندوه. زي ما قلت لك في الاول هي علاقه حب متبادل، وتولى معتمد جمال الزمالك. معتمد بقى هنا كان دوره مهم جدا في الفتره دي، يمكن الدور ده اتنسى بسبب جوميز اللي هحكي لك عنه كمان شويه، لكن مثلا معتمد قدر يصعد بالزمالك في دور المجموعات في بطوله الكونفدراليه، ووقتها الجماهير ندهت على معتمد في ماتش سجراده وقالوا له الهتاف الشهير يمين شمال معتمد يا جمال. كمان بعدها معتمد نجح انه يكسب بيراميدز ضربات جزاء ويصعد لنهائي كاس مصر. وقتها الاعلام ما عجبوش لعب معتمد وقالوا له انت ما عملتش اي تعديلات تكتيكيه طول الماتش، وضربات الجزاء هي اللي نفعتك. وزي ما قلت لك معتمد متصالح مع نفسه، اللي هو كسبنا خير وبركه، خسرنا طيب يلا مفيش مشكله مش ازمه يعني. وراح مديها حته كريم عبد العزيز وقال لهم بالظبط انا ما عملتش اي تعديلات تكتيكيه لان القدرات البدنيه للعيبه ما كانتش تسمح بده، انا كل اللي عملته اني فضلت اشوف مين بيتعب وابدله وانزل واحد مكانه. والحقيقه انا كنت محظوظ ان لاعب زي سامسون فاق في الماتش ده وسجل هدف. وكمان ضربات الجزاء هي مساله قدريه بحته ملهاش علاقه ولا بتدريب ولا بخطط. وزي ما قلنا معتمد جمال جه بشكل مؤقت فمشي وجه مكانه جوميز. فتره معتمد القصيره دي فرشت الطريق بشكل كويس لجوميز، وكمان شالت التشتت والضغط اللي كان على اللعيبه بعد الهزايم اللي تعرضوا لها مع اوسيريو. طب يا كابتن بهاء معتمد بعد ما ساب الزمالك راح فين؟ رجع تاني على المقاولين العرب. ما انا مهما لفيت مسيري راجع له، بس المره دي المختلف انه رجع كمدير فني لانه مش هيقبل تاني فكره المدرب المساعد. بس هم شهرين 2 بس قعدهم معتمد مع المقاولين لحد ما خسر من البنك 4-1، وبعدها قدم استقالته وساب المقاولين. وهنا هيحصل صدمه اكبر، معتمد هيقعد سنه كامله ما يدربش اي فريق، وهنا الشكوك هتبدا تزيد عنده ويبدا يفكر معتمد هل قرار اني سبت المقاولين ورحت الزمالك كمدرب مؤقت ده قرار صح ولا انا اتسرعت، ولا اصلا كان قرار مبني على مجرد عواطف مش اكتر. طب العمل ايه والحل ايه؟ مفيش حلول. طب الزمالك مش ناوي يكلمني تاني؟ ده جوميز مشى اهو وجابوا كذا مدرب غيري، مفيش رنه مفيش مسد لحبيبك. ولما السنه دي زادت 4 شهور كمان معتمد خاف يرفع شعار محلها البطاله، وقبل بمهمه تولي الانتاج الحربي في دوري الدرجه الثانيه على امل ان معتمد يصعد بيهم مره ثانيه للدوري الممتاز. لكن بعدها بشهر بالظبط وتحديدا في نوفمبر 2025 معتمد خسر من اسوان 1-0 وتم اقالته عشان يرجع تاني يقعد بدون اي نادي، ويعدي عليه شهر في الثاني وهو متضايق ومحتار وبيفكر. لكن في يناير 2026 الحيله دي وقفت شويه لما نادي الزمالك بيدي رنه لحبيبه، لكنها كانت رنه مؤقته. واهدى يا قلبي اهدى واستنى، معتمد هيستقبل المكالمه بس المره دي عنده كلام جديد ومختلف. وتعالى بقى نخش على الكلام اللي انت مستنيه. نادي الزمالك ده عباره عن مسرح مفتوح بيحصل فيه اي حاجه انت ممكن تتخيلها، ازمات ماليه، مشاكل بين اللعيبه، ازمات القيد المعروفه، ضغوط جماهيريه، ضغوط من الاعلام، مشاكل مجلس الاداره وغيره كتير وكتير. كل ده بيخلق مناخ تنافسي استهلاكي بيستهلك الافراد ذهنيا ونفسيا، وده هيبان على معتمد جمال وجون ادوارد تحديدا. الناس دي مش هتقدر تتنفس من كتر الهموم، هو مش عارف يجيبها من الجمهور ولا من الاعلام ولا من سوء مستوى اللعيبه ولا من رئيس النادي. يعني كل ما تسد حته تطلع لك حته تانية. عندنا ناس عندها مشاكل، عندنا ناس اصابات كتير جدا. مهمة معتمد المرة دي كانت أصعب من اللي قبلها، وما كانش مجرد مدرب مؤقت هيجي يومين يكسب كام ماتش ويظبط الفريق عشان يجيبوا واحد أجنبي مكانه، بل كان مطلوب منه يعمل عملية ترميم كبيرة شاملة فريق الزمالك من جميع النواحي. معتمد نزل الزمالك على فرقة منهزمة وحاسة بانعدام الحيلة ومستسلمين للأمر الواقع بسبب إنهم بيتعرضوا لفشل وإحباط مستمر. يانيك فيريرا المدرب اللي استلم الزمالك أول الموسم كان معيش الفريق في حالة كده من التوهان التكتيكي، ومردود الفرقة وهو بيدربها كان باهت ومفتقر لأي روح، وده عمل فجوة ثقة بين الجمهور واللعيبة. الجمهور حاسين ان اللعيبة الموجودة دي كاس ومش هيقدروا يحققوا اي حاجة، خصوصا بعد ما مشي فيريرا وجه مكانه احمد عبد الرؤوف اللي الناس بدأت تتعلق بيه وتتعشم معاه كأنه اخر شعاع امل هينزل على الزمالك. لكن بسرعة اول ما خسر السوبر الشعاع ده راح، واحمد عبد الرؤوف اعتذر عن استكمال مهمة تدريب الزمالك، وبالتالي ده زود الفجوة اكتر، والجمهور حس ان خلاص الموسم ده راح وان العاصفة تقيلة ومفيش اي مدرب هيشيلها. لحد ما جه معتمد اللي كان بيحاول يلاقي حلول للمشاكل دي. ازاي هيقدر يجدد الابداع عند نفس
العناصر اللي تشبعت بالفشل وتعودت على الهزيمه، وازاي اقدر اواجه منافسين عندهم وفره ماليه وقدره على ضخ دماء جديده وشراء اي لعيبه. كمان غياب الامان المالي في الزمالك وانت مش ضامن تاخد مستحقاتك ولا لا، ده بيخلق حاله من التشتت الذهني وعدم الاستقرار الاسري والنفسي عند اللعيبه. هنصرف على اولادنا منين؟ طب ايه نعمل ايه ولا ايه؟ معتمد كان عامل زي اللي بيمشي على الرصيف بيحاول يوزن نفسه، اي ضربه سواء شمال او يمين هتوقع الفريق وممكن ما يقومش تاني. طب كابتن معتمد نجح ازاي وسط كل المشاكل دي؟ معتمد جمال هنا تجربته مع منتخب الشباب علمته حاجه مهمه قوي، انه ما يطلعش يغني ظلموني ويعيش دور الضحيه ويقول لك اصل ازمات القيد، اصل حسين لبيب، اصل ما كانش معايا لعيبه، لانه عرف في الاخر هيتقال له ايه؟ المشكله مشكلتك وانت اللي هتدفع الفاتوره. فهنا قال لك خلاص اشيل شيلتي، وكل المشاكل دي معتمد حولها مع اللعيبه عشان تكون حافز. طب ازاي؟ قال للعيبه بشكل واضح كده انتم مش مجرد خيار مؤقت لحد فتح باب القيد، انتم ادوات المكسب الوحيده المتاحه، وانتم جوهره الفريق اللي موجوده. الثقه دي جت عن الحب اللي بيحبه معتمد لنادي الزمالك قدر ينقله للعيبه. التصريح اللي الناس جابته وشيرته لمعتمد لما واحد ساله مين هياخد الدوري الموسم ده، ومعتمد قال له بمنتهى الثقه الزمالك، برغم كل ازمات الزمالك وبرغم ان معتمد اصلا ما كانش مدرب الزمالك، الا انه قال الكلمتين دول. التصريح ده معتمد عرف ينقله للعيبه ويخليهم كمان يصدقوه، وده اداهم دفعه عشان يرتقوا بمستوى التوقعات ويقدموا اقصى طاقه عندهم. من الاخر لعبوا بروح ولحد اخر نفس. نطلع شويه من النواحي النفسيه وندخل على النواحي التكتيكيه اللي ما فيهاش كلام كتير قوي، لان معتمد عرف بخبرته المتراكمه انه مش مدرب كبير ولا معاه السيتي، وكل المشاكل اللي بتحصل دي صعب تخليه يلعب لعب هجومي، فالطبيعي انه هيلعب لعب دفاعي منظم ومش هيفتكس كتير وهيلعب كل ماتش بماتشه، وده مناسب لفكره انك مدرب في نص الموسم، عشان كده بيتقال عليه رجل المرحله. كمان طرق لعب معتمد كانت تقليديه وعاديه وسهل اي لاعب يفهمها. كمان اللعب الدفاعي بتاع معتمد بيتيح للعناصر الهجوميه انها تاخد قرارات جريئه اكتر وتاخد راحتها اكتر واكتر من غير ما يخافوا ان الكره تتقطع منهم، لان لو حتى اتقطعت صعب ترجع عليهم بمرتده. وده يمكن يفسر لنا ليه ناصر منسي اخذ راحته زياده عن اللزوم بالشكل اللي ضايق الجماهير منه، وبقوا بيطالبوا بانه يقعد على الدكه. واحد هيقول لي يا كابتن بهاء انت مش قلت ان معتمد جمال جاي مؤقت؟ ايه اللي خلاه يقعد ده كله؟ الاجابه سهله جدا، وهي الازمه الماليه في الزمالك مع اصرار من جون ادوارد على معتمد. وقال جون لاداره الزمالك هنجيب مدرب اجنبي يعني هياخد مرتب ما يقلش عن $50,000. طب ما خلينا في معتمد وهو كسبان وزي الفل. معتمد جمال مرتبه مع الزمالك حوالي 750,000 جنيه، وده وسط الارقام اللي احنا بنسمعها ولا حاجه. لكن معتمد الحقيقه اظهر نزاهه فكريه نادره وقال مش ده المهم قد ما الانجاز وتحقيق الذات هو المهم، وهو اللي هيعوضني سواء انا او الفرقه عن النقص المالي. اللعيبه والجمهور بدات تشوف معتمد بعد الموقف ده بنظره مختلفه، انه واقف معاهم في نفس الخندق وشايل الهم زيهم، بل كمان مش بيشتكي ولا بيتذمر. فاللعيبه بيتولد عندها رغبه في عدم خذلان الراجل ده، ولازم نموت نفسنا عشانه في ارض الملعب. كمان الجمهور هيفضل يسانده ويدعمه، لان الجمهور حس ان في واحد من المدرج هو اللي بيدرب الفرقه وقلبه عليها وحاسس بمشاكلهم، في واحد منهم هو اللي بيوجه اللعيبه ويحركها في الملعب، مش واحد من مجلس الاداره اللي عمالين يبوظوا في النادي يوم ورا يوم. ونستنتج من كل ده ازاي الزمالك فضل مكمل وبيكسب برغم انه اخذ صدمه كبيره لما خسر من الاهلي خساره مش بس عكس اغلب التوقعات، ما لعيبه الزمالك في الماتش ده كانت متوتره وتايهه وبيرتكبوا اخطاء ساذجه، والاهلي بيتفوق على الزمالك بشكل مباشر، ونتيجه الخساره دي الزمالك بيفقد نقط في اهم مرحله في الدوري. لكن حاله الايمان الكامله اللي انا كلمتك عنها من شويه كانت سبب واضح في ان الزمالك يكمل كأن مفيش حاجه حصلت. واثناء ما الزمالك كان مكمل ونجح نجاح كويس جدا في انه يوصل لنهائي الكونفدراليه ويبقى قريب من انه ياخد بطولتين مش بطوله الدوري بس، لكن برضه ده ما طمنش اللعيبه ولا معتمد جمال. حاله القلق فضلت شغاله لان ما زال الموسم على كف عفريت، ولو خسر نهائي الكونفدراليه كانك يا ابو زيت ما غزيت، كأن كل اللي عمله معتمد ده ولا ليه اي قيمه. وهنا بقى حصل تاني صدمه بعد الاهلي، وهي خساره الزمالك قدام اتحاد العاصمه. الزمالك في الماتش ده سجل هدف مبكر وده خلى معتمد يروح لطريقته الدفاعيه المعتاده. المشكله مش في ان معتمد دافع في الماتش ده برغم ان اتحاد العاصمه كان خصم في المتناول، المشكله انه ما كانش عارف يهاجم، ما كانش عنده قدره في انه يعمل اي مرتده. ومع تعب اللعيبه البدني وانهاكهم خصوصا انهم نفس اللعيبه هي بتلعب من اول الموسم، بدا التعب ده يبان عليهم بشكل واضح ويخلي تحضيرهم للهجمه بطيء جدا. على ما يفكروا يعملوا هجمه بيكون اتحاد العاصمه قطعها وخلص الكلام. كمان تبديلات معتمد جمال كانت غير موفقه في الماتش ده لحد ما الماتش وصل لضربات الجزاء، وبرغم من ابعاد محمد شحاته عن تسديد اي ضربه الا انهم وصلوا للضربه رقم 8. وطبعا حصل اللقطه اللي كلكم شفتوها، وكل القاء اللوم من الصحافه والجمهور راح ناحيه معتمد، ويا مدرب يا جبان انت ليه بتدافع قدام اتحاد العاصمه على ملعبك ووسط جمهورك؟ كان المفروض تهاجم، حرام عليك. لكن معتمد في المؤتمر الصحفي طلع واعترف بخسارته واعترف ان الخصم تفوق عليه في كذا لقطه في الماتش، وقال اللعيبه لا تتحمل الخساره، كلها كانت مني، انا تراجعت زياده عن اللزوم. زي ما قلت لك هو راجل متسامح، بس التسامح ده ليه عيب كبير قوي، الضغط كله اتسحب من على اللعيبه وراح على معتمد والحمل زاد عليه اكتر. يمكن هو قال لنفسه عادي ضحي بنفسي عشان باقي المركب تمشي، لكن تعبيرات معتمد كانت دايما عكس كلام. لو تلاحظوا في المؤتمر ده اي لقاء بعد ماتشات الزمالك تحس
ان دايما معتمد مضغوط شايل الهم وزعلان، ودايما اكتر ماسك دموعه بالعافيه ومش مجمع كلامه ولا مركز، لانه اكيد باله مشغول في الف حاجه، زي انه هيعمل ايه في الدوري، وهل كده خلاص هيخسر كل البطولات وكل اللي كان بيحلم بيها يروح، معقول هتخلص كده؟ لكن في الاخر كل الضغوط والدموع دي انفجرت وتحولت دموع الحزن لدموع فرح، والزمالك اخذ بطوله الدوري. يمكن فوز معتمد ده نجح في انه يكشف بشكل منهجي هشاشه المشاريع الرياضيه القائمه على الوفره الماديه المجرده من الهويه الفنيه المتماسكه اللي ما فيهاش روح ولا اداره كويسه. يمكن الفرق بين معتمد واللي قبله مش بس حبه للزمالك الغير مشروط، كمان انه ما استسلمش ولا تحجج زي اللي قبله، وقدر يحط قواعد ولو بسيطه في بيئه تسودها الفوضى والعبث. احنا النهارده بنقدم بطل، بس مش بطل بقوه احمد العوضي ولا محمد رمضان اللي بيخش اي خناقه يضرب 42 واحد، لكن بطل ضعيف زي آسر ياسين في تراب الماس. يعني بيلاقي آسر ياسين برغم انه البطل بتاع الفيلم لكنه بيتضرب من محمد ممدوح تايسون عادي، وبيخاف من تهديدات ماجد الكدواني، بل وكمان ماجد بيعمل له رعب طول الفيلم، لكن في الاخر بينتصر آسر ياسين وبيقدر ينتقم منهم ويقتلهم، لكن من تحت لتحت وبمنتهى الخبث من غير ما حد فيهم اصلا يلاحظ. وعلى ما استوعبوا ان اللي عمل فيهم كده هو آسر ياسين كانوا خلاص فرقوا الحياه. فوز الزمالك ده اكيد مش هيحل ازمات القيد ولا مشاكل حسين لبيب ولا مستحقات اللعيبه، بل وارد واحنا شغالين على الحلقه دي يحصل ازمات اجدد زي ما هو متوقع. طبعا إجابة السؤال اللي الكل مستنيه من أول الحلقة، هل معتمد جمال يرحل من الباب الكبير؟ لأن حسب التوقعات اللي حصل ده صعب يتكرر تاني. هقول لك زي ما جون إدوارد قال لإدارة الزمالك، لو مشيته هتجيب مين؟ ولو جبت حد تضمن منين إنه ما يطلعش زي يانيك فيريرا أو اللي قبله؟ وهل أصلا هتقدر على مرتبه؟ أنت كده هتدخل نفسك في مشاكل جديدة وأنت أصلا في مشاكل مش عارف تحلها. يمكن متفقين وعارفين إن معتمد مدرب متواضع، يمكن حتى معتمد شخصيا متصالح مع ده وبيحاول يعالجه، لكن صعب نختلف على حب معتمد للزمالك وحب الجمهور لمعتمد، عشان هم حاسين إن الإنجاز ده طلع من واحد قاعد وسطهم. وارد معتمد يطلع عكس توقعاتك وتوقعاتنا، زي ما بقى عكس توقعات كل المحللين والجمهور بتوع الخصم اللي توقعوا فشلوا اول الموسم وانه صعب ياخد الدوري، وممكن يفاجئنا بموسم جديد لمعتمد حلو مع الزمالك. انا بقول ممكن وارد، بس وارد اكتر انك تفاجئني وتعمل لايك وسبسكرايب، زرار السبسكرايب تحت الفيديو اهو، وكمان ارجع للحلقات القديمه. اشوفكم الاسبوع الجاي يا حبايب الكابتن، والحلقه دي هي اخر حلقه محليه الموسم ده، وهنخش بعدها على حلقات كاس العالم. والسلام عليكم.